تخيل إن في عادة بتتسلل لحياتك بهدوء، من غير صوت، من غير ما تحس، لكن تأثيرها أعمق بكتير مما تتوقع. إدمان الإباحية مش مجرد تسلية عابرة، ولا مجرد وقت ضايع على الموبايل قبل النوم. الموضوع أكبر من كده بكتير، لأنه بيأثر على دماغك وعلى مشاعرك وعلى طاقتك وعلى نظرتك لنفسك وللي حواليك. في البداية بيكون فضول، لقطة عدت قدامك، فيديو شفته بالصدفة. بعدين تبدأ ترجع تاني بإرادتك، مرة ورا مرة ورا مرة، لحد ما تلاقي نفسك بتحتاج المحتوى ده عشان تحس بأي إثارة أو هروب من الضغط. هنا بيبدأ الإدمان يتكون، مش فجأة لكن تدريجي جدا. الدماغ البشري بيتعامل مع الإباحية زي ما بيتعامل مع المخدرات بالظبط. كل مشاهدة بتفرز جرعة دوبامين عالية، جرعة سريعة من المتعة الوهمية، ومع الوقت الدماغ بيتعود على المستوى العالي ده، فالمتعة الطبيعية في حياتك تبدأ تقل. الحاجات اللي كانت بتفرحك بقت عادية، العلاقة الحقيقية بقت مملة، التركيز بقى أضعف، والطاقة بتتسحب منك بهدوء. المشكلة الأكبر إن الإباحية بتعيد تشكيل نظرتك للجنس وللعلاقات، بتخلق توقعات غير واقعية بتخليك تقارن، وبتفصلك عن المعنى الحقيقي للقرب والمودة. فبدل ما العلاقة تكون تواصل ومشاعر، بتتحول في دماغك لمشهد استهلاكي زي اللي بتشوفه على الشاشة. كتير من الناس بيوصلوا لمرحلة فقدان الشغف، ضعف الانتصاب النفسي، أو عدم الرضا عن الشريك، مش لأن في مشكلة حقيقية، لكن لأن الدماغ اتبرمج على نمط مختلف تماما، وده بيخلق فجوة خطيرة بين الواقع والخيال. كمان الإدمان ده مرتبط بشكل مباشر بالقلق والاكتئاب والشعور بالذنب. بعد كل مشاهدة في لحظة صمت، لحظة إدراك، أنا بعمل إيه؟ لكن بدل ما تكون دافع للتغيير، بتتحول لدائرة مغلقة، ضغط، هروب، مشاهدة، ذنب، ضغط أكبر، هروب تاني. ومع الوقت العزلة بتزيد، الواحد يبدأ ينسحب من الناس، من الخروجات، من تطوير نفسه، لأن المتعة السريعة بقت أسهل من أي مجهود حقيقي. الأخطر بقى إن الإدمان ده بيسرق منك أهم حاجة، وهي إرادتك. لما تحاول تبطل وتفشل، ثقتك في نفسك بتتهز، تحس إنك ضعيف، إنك مش مسيطر، وده إحساس قاسي جدا على أي رجل أو أي إنسان عموما. لكن الحقيقة المهمة إنك مش لوحدك، ملايين بيعانوا من نفس الدائرة، والدماغ قابل إنه يتعافى. زي ما اتبرمج على الإباحية يقدر يرجع يتبرمج على الطبيعي، بس محتاج صبر، محتاج منك وعي وبدائل حقيقية تملأ الفراغ، زي مثلا الرياضة، شغل الوقت، تقليل العزلة، انك تشغل وقتك يعني ما تخليش فيه فراغ، وتقلل عزلتك، اغلاق المصادر اللي بتيجي منها الحاجات دي. وبعد كده تبني او تخلي في علاقات صحية في حياتك تساعدك على ده. كل ده مش نصايح تقليدية، صدقني، ده إعادة تأهيل الدماغ. كل يوم بتقاوم فيه انت فعليا بتعيد بناء نفسك من جديد. التعافي مش معناه انك تبقى مثالي، لكن انك تبقى اقوى من العادة، انك ترجع تتحكم بدل ما هي اللي تتحكم فيك. وفي النهاية لازم تفتكر ان طاقتك الجنسية طاقة حياة، طاقة انجاز، طاقة بناء. لما بتتصرف في الادمان حياتك كلها بتضعف، ولما بتحافظ عليها بتتحول لدافع يخليك تتقدم وتشتغل وتنجح وتبني علاقة حقيقية ترضيك. إدمان الإباحية أخطر مما تتخيل، مش لأنه عادة سيئة بس، لكن لأنه بيغيرك من جوه بهدوء ومن غير ما تحس. الخبر المطمن يعني ليك إن الرجوع ممكن، صدق، وإن كل خطوة وعي هي بداية حرية. اهتم بنفسك، احمي عقلك، وخلي متعتك الحقيقية في حياتك مش على شاشة. ونشوفك في حلقة جديدة بوعي أقوى وحياة أنظف.